أيهما كان الأصح في تحري هلال شوال، مصر أم السعودية؟ وبالدليل القاطع. قبل أن أعرض لك الفيديوهات والدليل، أريد أن أقول لك أن ما حدث بين مصر والسعودية بالذات كان مقصودا، فكلنا نعلم أن مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة ولهما وزن كبير، ومن عادة أعداء هذه الأمة في حربها على الإسلام هو استخدام مبدأ فرق تسد، فكان الغرض من كل هذا هو بث التفرقة والفتنة بين الشعبين من خلال أذرع خبيثة تعيش بيننا. فكلنا نعلم كم يحب أهل مصر أهل السعودية، ونعلم كذلك كم يحب أهل السعودية أهل مصر، وتربطهم روابط محبة وصداقة ونسب كذلك. فكل من يسيء لأحد الطرفين من أي جهة كانت ما هو إلا ذراع من هذه الأذرع، فلا تلتفتوا إلى هؤلاء نرجوكم، وتسلحوا بسلاح الوعي لما يحدث حولكم، واجعلوا انتماءكم دائما للدين بعيدا عن القوميات العربية، لأن الدين يجمع والقوميات تفرق. وتحياتي للجميع. شايفين يا جماعه الهلال دي؟ مستحيل مستحيل النهارده رمضان، مستحيل. كان المفروض امبارح كان العيد مش النهارده. ايوه ده هلال ابن يومين، مش ابن ايوه صحيح والله. ده هم الناس اللي صامت النهارده ديفينتلي غلط. ده الناس اللي صامت النهارده والله صاموا بالعند بس. صح؟ وانا من اول ما دخلت بريطانيا وانا بتابع الفلك. احنا هنا مالناش دعوه لا بسعوديه ولا بمصر ولا باي دوله. احنا هنا لينا دعوه بالاتحاد، اتحاد العلماء المسلمين الاوروبي، الاتحاد الاوروبي للعلماء المسلمين. وهو وراك باين اصلا. هم قالوا النهارده عيد، فالنهارده عيد.